في اليوم الثاني صباحا أخذنا مصطفى ورحنا إلى مستشفى ابن رشد حتى يخضع للعلاج. كان مصطفى رافض انه يروح المستشفى ورفض شديد وقاطع، ولكن اصرينا انه هو يدخل للعلاج. عملوا له في داخل المستشفى جلسات حوارية وجلسات نفسية، وقرر مدير المستشفى انه يخضع في داخل المستشفى لأيام حتى نكشف حالته ويتم ان شاء الله يا ربي اصلاح الحالة النفسية اللي عنده. بعد مرور 10 أيام من دخول مصطفى إلى المستشفى رجعنا نشوفه ونطمئن على صحته وعلى حياته، والحمد لله وشكر كانت حالة الشفاء مالته جيدة جدا، وتغير مصطفى وأصبح إنسان طبيعي نوعا ما. ولكن أطباء المستشفى قالوا يحتاج لبعد إلى أيام أخرى حتى يتم شفائه بالكامل. كنت أنا عايش بالألم والقلب ينزف جرحه، بس هسه طبت من الجرح ورجعت لي هسه الصحة. على عنادك يا حزن راح أضحك بكل قوتي، راح أحكي للدنيا بأمل فمهل تسكت صوتي. هساني كلش فرحة عصفوري فوق الأقصى، غادرت كل الأحزان غادرت كل الأحزان. طاب الجرح بيا وطاب ورد القلب هسه شاب، وبفضل كل الأحباب وبفضل كل الأحباب. والله طبعا أنا أول ما بديت أعاني بالدراسة مالتي لأن ما جبت معدل فما تفوقت، وأنا كان معدل عالي فبديت أعاني ضجت من هذا الوضع. ما جبت معدل عالي فشلون انصدمت، واهلي هم تاذوا وياي لان انا عفت البيت وطلعت قمت ما اقدر ارجع للبيت، هم متاذوا وعانوا وياي كلش هوايه وكلش تاذينا. بعدين اشكر جينا هنا لهاي المستشفى بفضل مساعده الاعلامي علي عذاب والكادر مالتي. جينا هاي المستشفى وبديت اخذ العلاج مالتي وشويه شويه شفت فرق، الحمد لله فرق احسن، وان شاء الله كل هالايام واطلع امارس حياتي واكمل دراستي
وأتفوق من جديد وأرجع لحياتي الطبيعية.